الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. مرة أخرى إخواني المغاربة، تحية خالصة من قلب مدينة وجدة إلى القويرة، ومن القويرة إلى ما وراء البحار إلى الجالية المقيمة بالخارج. نعتز ونفتخر بها لأنها مرآة هذا الوطن، وتشارك في أشياء كثيرة لمصلحة هذا الوطن، من عزة ومن عزة النفس ومن كرم ومن اقتصاد. راكم عارفين ايش بغيت نقول. الحمد لله رب العالمين. اخواني، مما يحز في النفس وهو الحالة لا اقول مزرية لان المغرب بخير الحمد لله، ولكن عدم سوء التنظيم والمراقبة والمحاسبة هي التي تغيب عن موضوع الساعة. لان راه ما يمكن كل شيء كيتشكى. المتقاعد العسكريين كيتشكاو، أسرى الوحدة الترابية كيتشكاو، الأرامل كيتشكاو، الشباب كيتشكا، واحد الطبقة مابغاش نقول برجوازية لأن حتى البرجوازية ولا دابا هي طبقة ما هاد الناس ما كيف فين بغاو يوصلوا. ربما لأن حنايا كحماة وطن أو كأسرى أو كمتقاعدين ما عندناش مقعد في البرلمان، ولا ما عندناش مثلا نقابة اللي تتكلم علينا، وهذاك هو علاش استغلوا الظرف الناس اللي بغاو يعمروا جيوبهم والناس اللي كيكذبوا في الظلام وفي واضح النهار بربما رسائل ملغومه لصاحب جلاله القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه، كيقولوا له الامور راها بخير، وراها بخير، راها بخير لان انتم كتزيدوا من السلم 11 الفوق ليه. من كتكون شي زياده كتزاد 3000 4000 درهم. سمعوها المغاربه، كتزاد 3000 4000 درهم كتزاد لهم. بحال هاد المره داك كامل دوك اللي كيشدوا 12 13000 درهم تزادتهم 4000 درهم. كنهضرش على العسكر، كنهضر كاع على المدنيين، الداخليه الى اخره. البوليس حتى هما تزادت لهم. الدرك عايش مخير، الوحيدين اللي واكلين العصا هو القوات المسلحه الملكيه، لان لي ميساج اللي كيمشيو لسيدنا كيمشيو ملغومين. وراهم بخير، راه ما حناش بخير، راه حنا ما رحناش بخير. انا جيت في 2400 القلاص، راه الى يومنا هذا ما تزاد ليا السنتيم في الروتريت. 2004 جيت، دابا رحنا في 2024 سنتيم واحد ما تزادش في الروتريت. علاش؟ ما نعرفش، لان صافي ما بقى فينا ما يصلح. راكم غالطين، مازال قادين نهزو الكلاشنيكوف. عرفتوا شي غلط؟ لا حتى قطعة الحال نهزو غير زراوت. من الغير اللي عندنا على الوطن ما عندكمش نتوما، لان نتوما الكروش ديالكم كبار. الا تكلمت الله يستر تهزو التيار تمشيو لفرنسا ولا الميريكان ولا سويسرا ولا. هادشي راه واضح، هادشي راه واضح. الناس كتموت في البحر. العدو اللي حدانا داكشي اللي باغي كينبش وكيبني لنا في المكائد. اللهم اجعل كيدهم في نحره. انا اقصد دائما الكراغله. وهادو اللي هنا الحكام على راسهم، هذا اللي غتقول هاد السيده ما يحركش ساكن. علاش؟ ما عارفش العالم فين راه. بنتو دار لها عرس مع بشي 3 ولا 4 مليار، الغد اللي حنا زاد علينا 10 دراهم في البوطه، والخافي اعظم. غادي نشوفوا واحد السيده مدينه الرشيد، ربما امراه اجتماعيه، انا اقول امراه حديديه، امراه ونص اكثر من اللازم، تقول كلام في الصميم الذي نشتكي به ونحس به دائما نحن المغاربه، الطبقه المعروفه التي هي كادحه ولكن هي العمود الفقري ديال هذا الوطن. نتمنى باش الرسائل ديال المواطنين المغاربه يوصلوا لصاحب الجلاله، لان الوطن ديالنا عزيز علينا. انا شخصيا اللي كنهضر، وبزاف ديال الاسرى يشاطرونني الراي. نهار جانا الصليب الدولي باش يجيبنا من تندوف للمغرب، وقالنا بالحرف الان بالفرنسيه: لستم عند البوليزاريو او عند الجزائر او عند المغرب، راكم في السيسار الصليب الدولي. شكون اللي بغى يمشي لكندا؟ شكون اللي بغى يمشي لسويسرا؟ كان عليا ما نجيش لهاد البلاد، كنبغيها ولكن الناس اللي فيها فاسدين. الى اللقاء. بخير. هادشي مؤسف. اليوم 22 نقدناها، ولكن مصادر موثوقه تقول بان وصلنا 75 القرب فيه. شنو السبب؟ هو عدم وجود فرص شغل، عدم تنفيذ المشاريع الملكيه، عدم تطبيق القانون، عدم ربط المسؤوليه بالمحاسبه. اللي جيت يضرب الميزانيه ويخلي الشباب عرضه للبحر، لا لقتل الشباب، لا للتجار بالبشر، الكل مسؤول. والسيد العامل دخلت عليك بالله والنبي رسول الله ما فعل المسطره الجنائيه.
والقانون يربط المحاسبه. هاد الناس اللي تسبوا عاف اخويا الله يرحم لك والديك تابعهم قضائيا. واسي اخنوش ما تقيش القفه ديال المغاربه. وك غلاء الاسعار يهدد السلم الاجتماعي المغربي. وك بنادم يلا خرج من ازمه العيد ما لاقيش ما ياكل، راه 100 درهم ما بقاش كتوكلهم. راه الفواكه راه وصلت 20 درهم والفوق ماشي في الاستطاعه ديالو. راه اليوم المجلس الحكومي كيناقش النقط يلا كيهضر على مراسم تنظيميه في حين يجب ان ينفذ ما اتفق عليه الحوار الاجتماعي. انها ثوره امراه من برشيد. عليك السيد رئيس الحكومه اما نفذ المشاريع الملكيه وكون يدا عون على مع صاحب الجلاله ومع السلطات مع السيد الوالي ولا عطيه الاستقالات ديالك. رشيده هذا الشيء اللي وقع البارح راه يعني كيوقع يعني على واش حيت يقع نتعلم الهوان؟ يعني من يهان يسهل الهوان عليه حتى ما لميت بجرح إلامه فيصبح لنا هذا الجرح الغائر الدميم أمرا عاديا. يعني أنا اليوم نشوف أنا واحد القرب ونقاربه كصحفي نسجل راه ماتوا 3 جوج. لا ليس هذا هو الخبر. الخبر هو أننا سنستقبل حدثا عالميا سميتو مونديال، بمعنى عندنا المشاريع. أنا حضرت نهار الاثنين رئاسة الجهاد ديال الدار البيضاء ستات مع السيد معزوز، راه 70 نقطة اللي مشات للإقليم. وهاد الناس راه جايين من الفقيه بن صالح وجايين من استقال عند صراغنا. السبت أنا كنت حاضرة في المهرجان الربيعي ديال بني مسكين، راه يبكون على ليلاهم. راه القفال لا. شوف أنا كنهضر من حرقة لي على بلدي، ما نبقاوش ندرقوا الشمس بالغربال. راه حادث نحن يتكرر لدينا حادث ديال سيدي يحيى الغرب. غير هذوك الناس شربوا الشراب وهاد الناس واش شربوا البحر. واش اليوم غادي يمشي اولاد دياولي، واش اليوم غادي يمشي الاولاد دياولي للبحر وغدا ولادك وصافي نقولوا راه دايزه الخبر من هكا؟ لا، خاصنا ننفذوا البرامج ديال الدوله، خاصنا ننفذوا، خاصنا نزيدوا في نزيدوا في هذا، نزيدوا في الاجور، نزيدوا في السميك عيب 3000 درهم، نخرجوا المراسم التنظيميه. ها رئيس الحكومه اليوم مجتمع معنا واخويا تابليكا لا خرجتي غدا دوزيه في الجريده الرسميه وعطي الناس فلوس. راه يلا زيدوا ب 10000 ريال غتشري المقلب يقول فيها. حتى داك الدعم العمومي راه ما كيوصلش للناس. شنو 10000 ريال؟ 10000 ريال لا 10000 ريال تابليكات نهار واحد والشهر للجميع ديال الناس باش يدوا المضحك. 10000 ريال كاين 10000 ريال ولكن الناس كيخلصوا من هذه ديجا. لا هذه صافيه الارباح من غير ديال الاخرى، دي بالنسبه للموظفين سواء القطاع الخاص ولا كاين واحد الزياده اللي دارتها بلادنا مشكوره داروها عبر القطاع وعبر النضالات ديال المجموعه ديال القطاعات ومركزيه النقابيه مع الحكومه، واللي زادت للموظفين واحد 10000 ريال دابا، و10000 ريال تنعملوا ترقدوا. خويا واش انت تعيش والمغاربه يموتوا بالجوع؟ واسي اخنوش من برشيد تنتفض عليك امراه، اما حط السوارتي الا ما كنتيش راجل.